السلام عليكم ورحمة الله. ماستنتون هو من طلب الاحتفاظ بالرقم 30. تيباس يشكك في نزاهة ريال مدريد بعد قيد ماستنتونو. أول تعليق من تياغو بيطرش بعد تجديد عقده مع ريال مدريد. ألونسو يستعد لاستدعاء جوهرة ريال مدريد أمام أوساسونا. لماذا سيلعب ريال مدريد أول جولة في الليغا يوم الثلاثاء مثل مباراة دوري أبطال أوروبا؟ وجود ضحية واحدة المركز الأكثر اشتعالا بالمنافسة في ريال مدريد. سيموني يعلق: هل أتلتيكو قادر على منافسة ريال مدريد وبرشلونة؟ ليس مبابي أو فينيسيوس، غوتي يتوقع أفضل لاعب في ريال مدريد هذا الموسم. ما هي نقطة ضعف كيليان مبابي؟ هل ندم ليني يورو على عدم الانتقال إلى ريال مدريد؟ رودريجو على اعتاب رقم تاريخي رغم الشكوك في الريال. لماذا هويسين هو القطعة الأساسية في تشكيلة تشابي ألونسو؟ مهمة جديدة لجولر مع تشابي ألونسو. وسط اهتمام ريال مدريد انتقاد لاذع لكوناتي. البرنابيو يستعيد بريقه قبل مواجهة أوساسونا. كل تفاصيل هذه الأخبار هنعرفها دلوقتي، ولكن في البداية لا تنسوا الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك لهذا الفيديو، عاوزين 500 لايك، نفسي نوصل 500 لايك لهذا الفيديو. وكمان اشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ماستنتونو هو من طلب الرقم 30. أوضحت الصحفية الإسبانية أرناشا رودريغيز أن فرانكو ماستنتونو لاعب ريال مدريد الجديد هو من طلب ارتداء القميص رقم 30 مفضلا الاحتفاظ به رغم أن تسجيله تم مع الفريق الرديف. وأكدت رودريغيز أن الرقم يحمل قيمة خاصة بالنسبة للاعب، مشددة أن الأمر لا يتجاوز كونه قرار شخصي منه دون أي تدخل من الملكي. تيباس يشكك في نزاهة ريال مدريد بعد قيد ماستنتونو. انتقد خفير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني طريقة تسجيل ريال مدريد للاعبه الجديد فرانكو ماستنتونو، مشيرا إلى أن النادي قيده ضمن صفوف الفريق الرديف رغم أنه سيشارك مع الفريق الأول. وقال تيباس: إذا تحدثنا عن النزاهة فإن ريال مدريد قيد فرانكو ماستنتونو مع الفريق الرديف وهو في الواقع لن يلعب هناك. أول تعليق من تياغو بيطرش بعد تجديد عقده مع ريال مدريد. أصدر تياغو بيطرش لاعب ريال مدريد الشاب أول تعليق له عقب تجديده مع الملكي، مؤكدا عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: أنا سعيد جدا بتمديد عقدي مع أفضل فريق في العالم، إنه لشرف كبير أن أواصل الانتماء لهذا النادي والدفاع عن شعاره. أشكر عائلتي وخاصة والدي على دعمهم المتواصل وأصدقائي ووكيل أعمالي. الآن حان الوقت لمواصلة العمل بجد أكثر من أي وقت مضى، وبذل قصارى جهدي كل يوم من أجل هذا الشعار الذي لا يستحق أقل من ذلك. ألونسو يستعد لاستدعاء جوهرة ريال مدريد. أكد برنامج التشرنغيتو أن تياغو بيطرش لاعب ريال مدريد تم استبعاده من مباراة الكاستيا التي ستقام ضد إيبيازا، وبالتالي وفقا للتقرير فإن المرجح أن ينضم بيطرش إلى قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا يوم الثلاثاء القادم في الجولة الأولى من الليغا الإسبانية بقرار من تشابي ألونسو. كما ذكر التقرير أنه سيكون أمام فرصة المشاركة لبضع دقائق، وذلك بعد تألقه مؤخرا حيث شارك في مباراة ليجانيس الودية وسجل هدفا مما أثار إعجاب المدرب الإسباني. لماذا سيلعب ريال مدريد أول جولة في الليغا يوم الثلاثاء مثل مباريات دوري أبطال أوروبا؟ ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن انطلاقا موسم 2026-2025 من الدوري الإسباني ستشهد استثناءات لمباريات ريال مدريد، إذ سيخوض الفريق أولى مبارياته يوم الثلاثاء ضد أوساسونا على ملعب سانتياغو برنابيو. يكمن السبب في مشاركة الفريق بقيادة ألونسو في كأس العالم للأندية الماضية، حيث وصل اللاعبون إلى مراحل النهائية مما قلل من وقت التعافي والتحضير للموسم الجديد. بسبب هذا الضغوط أو هذه الضغوط طلب كل من اتحاد كرة القدم الإسباني AFE والنادي نفسه تأجيل الظهور الأول للفريق، مشيرين إلى أن فترة التعافي لم تكن كافية وأن هناك خطرا بدنيا على اللاعبين. بوجود ضحية واحدة المركز الأكثر اشتعالا بالمنافسة في ريال مدريد. وفقا لصحيفة آس الإسبانية أنهى ريال مدريد تشكيلته النهائية المكونة من 25 لاعب للموسم الجديد، حيث يضم كل مركز لاعبين اثنين على الأقل، ومع ذلك يبقى مركز الجناح الأيمن الأكثر سخونة داخل تشكيلة تشابي ألونسو في ظل وفرة الخيارات المتاحة. غولر الرهان التركي
أردا غولر الذي يملك مرونة تكتيكية عالية شارك في كأس العالم للأندية كلاعب وسط مركزي وهجومي، لكن غالبا ما يوظف على الجناح الأيمن بفضل قدرته على المراوغة والكرات العرضية والانطلاقات القطرية نحو المرمى. خلال موسمين مع ريال مدريد خاض 31 مباراة على الجناح الأيمن و25 في خط الوسط. المدرب تشابي ألونسو يعتمد عليه كثيرا كأحد أعمدة خط الوسط الجديد. إبراهيم دياز الخبرة والمرونة. المغربي الإسباني إبراهيم دياز يتميز بقدرته على اللعب في عدة مراكز هجومية سواء على اليمين أو اليسار أو كصانع ألعاب. رغم مشاركاته المحدودة في كأس العالم للأندية إلا أن خبراته في النخبة الأوروبية ومهارته في المراوغة والتمرير تجعله ورقة مهمة خصوصا في المباريات الكبيرة. ماستانتونو موهبة المستقبل. الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو يعتبر رهانا المستقبل أكثر من الحاضر. بعد تألقه مع ريفر بليت والمنتخب الأرجنتيني انضم إلى ريال مدريد كأحد أبرز المواهب الواعدة. يتمتع بقدرات فنية شبيهة لغولر مثل التحكم في الكرة، التسديد الدقيق وتنفيذ الكرات الثابتة، لكن الموسم الحالي قد يكون مرحلة تأقلم تدريجية بالنسبة لماستانتونو. رودريغو المجهول الأكبر. على عكس المواسم الماضية يبدو أن البرازيلي رودريغو هو الأكثر تأثرا بتغيرات تشكيلة ريال مدريد. اللاعب الذي كان من أبرز أوراق أنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا 2024 تراجع دوره بشكل ملحوظ مع ألونسو، فقد شارك لدقائق محدودة في كأس العالم كما بدأ مباريات الإعداد الصيفية من على مقاعد البدلاء رغم تسجيله هدفا رائعا. ومع 270 مباراة و64 هدف بقميص الريال يبقى مستقبله مفتوح أمام احتمالية الرحيل. سيموني يعلق: هل أتلتيكو مدريد قادر على منافسة ريال مدريد وبرشلونة؟ أثار سؤال حول قدرة أتلتيكو مدريد على منافسة الغريمين التقليديين الريال وبرشلونة جدلا قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني. لقيت الرد من سيموني، وقال سيموني في تصريحات صحفية: لن أستعجل في المقارنة سواء كنا أفضل أو أسوأ من الآخرين. الحقيقة تظهر في الملعب وفي الواقع. نعم، تعاقدنا مع لاعبين مهمين، لكن علينا إثبات ذلك على أرض الملعب، وفي النهاية سنحصل على المكان الذي نستحقه بحسب أدائنا. مدرب أتلتيكو أشدد على أن الفريق يملك الطموح والقدرات للمنافسة، لكنه كده أن الحكم الحقيقي سيكون من خلال النتائج والأداء في أرضية الملعب وليس عبر التوقعات المسبقة. ليس مبابي أو فينيسيوس، غوتي يتوقع أفضل لاعب في ريال مدريد هذا الموسم. مع انطلاق منافسات الليغا الإسبانية بدأ سيل التوقعات حول هوية نجوم الموسم الجديد. خوسيه ماريا غوتي أسطورة ريال مدريد السابق والمحلل الحالي في قنوات دي اي زد ان فاجأ الجميع بتصريح غير متوقع، حيث قال مبابي سيكون هداف البطولة، لكن أفضل لاعب في ريال مدريد هذا الموسم سيكون أردا غولر. غوتي يرى أن الدولة التركية يمتلك كل الإمكانيات لقيادة مشروع تشابي ألونسو الجديد بعدما أثبت نفسه في كأس العالم والمباريات التحضيرية. المدرب الإسباني يظهر ثقة كبيرة في موهبة غولر ويدفع به كلاعب أساسي في خط الوسط وسط إعجاب مسؤول النادي الذين يراهنون على تطور غولر. ريال مدريد لا يزال في القمة. أكدت صحيفة أس الإسبانية أن ريال مدريد يستهل الموسم الجديد في من موقع مميز سواء على الصعيد الرياضي أو المؤسسي، ما يجعله المرشح الأبرز للفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. يدخل الفريق الملكي الموسم متصدرا بتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا برصيد 117.5 نقطة، متقدما ب10 نقاط تقريبا عن بايرن ميونخ. هذا التصنيف يعتمد على نتائج الأندية الأوروبية خلال السنوات الخمسة الأخيرة، وهو ما يمنح ريال مدريد أفضلية في قرعة دوري أبطال المقبلة، حيث سيكون مصنفا ثانيا خلف حامل اللقب باريس سان جيرمان، لكنه في الظروف العادية يتصدر الترتيب. ما هي نقطة ضعف كيليان مبابي؟ يعد كيليان مبابي أحد أبرز الأوراق الهجومية التي يعتمد عليها تشابي ألونسو في تشكيلته الأساسية بعدما وقع على موسم تاريخي مع ريال مدريد توج خلاله بالحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 44 هدف. ومع ذلك فإن المدرب الإسباني يرى أن النجم الفرنسي لا يزال بحاجة لتطوير جانب محدد في أدائه. ألونسو لاحظ أن مبابي فقد الكثير من الفعالية بقدم اليسرى مقارنة بفترته في باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، سواء في التمرير أو المراوغة أو التسديد، ولهذا السبب خصص له تدريبات فردية في مدينة فالديبياس تقوم على إجباره على إنهاء الهجمات والمراوغات بالقدم اليسرى من أجل استعادة ذلك السلاح المفقود لدى مبابي. هل ندم ليني على عدم الانتقال إلى ريال مدريد؟ كان ريال مدريد قريبا من ضم المدافع الفرنسي ليني يورو في صيف 2024 لتعويض رحيل ناتشو،
حيث توصل الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية، لكن طلب ليل 50 مليون يورو مما أوقف المفاوضات، قبل أن يخطفه مانشستر يونايتد بعرض أكبر ب 63 مليون يورو وراتب ضخم. اليوم وبعد مرور أشهر قليلة يعيش يورو واقعا مختلفا في أولد ترافورد، إذ لم يجد البيئة المثالية للتطور كما كان يتوقع، وتراجع الفريق كثيرا وأنهى الموسم الماضي في المركز ال 14 من البريمير ليج. في الوقت نفسه راح على كارلو أنشيلوتي من تدريب ريال مدريد، ويرى يورو الآن كيف يمنح تشابي ألونسو الفرصة للمدافعين شباب مثل ديان وسين في سانتياغو برنابيو. تقارير إسبانية كشفت أن اللاعب يشعر بندم متزايد على رفض الانتقال الملكي، خصوصا وأنه كان مرشحا ليكون ضمن الأعمدة الأساسية للمشروع. رودريغو على أعتاب رقم تاريخي رغم الشكوك في ريال مدريد. يجد البرازيلي رودريغو نفسه أمام تحدي كبير هذا الموسم مع ريال مدريد بعدما تراجع حضوره بشكل ملحوظ تحت قيادة ألونسو مقارنة بفترة أنشيلوتي. ففي عهد أنشيلوتي شارك اللاعب في 148 مباراة أساسي من أصل 208، بينما مع ألونسو لم يبدأ سوى مباراة واحدة من 7 أو 2 من 8 إذ احتسبت المباراة الودية. تراجع رودريغو لم يكن فقط على صعيد المشاركة بل أيضا على المستوى التهديفي، فبعد تسجيله 14 هدف الموسم الماضي لم يسجل أي هدف في مباراة رسمية منذ 4 من مارس أمام أتلتيكو مدريد، قبل أن يكسر هذا الجفاف في مباراة ودية أقيم بإنسمبور. ورغم أن اسمه حاضر في حسابات ريال مدريد لمباراة الافتتاح ضد أوساسونا إلا أن مشاركته كأساسي ليست مضمونة، ومع ذلك يملك البرازيلي فرصة تاريخية إذ سبق أن سجل هدف الافتتاح في الموسمين الماضيين، وهو على بعد خطوة من معادلة رقم غاريث بيل بالتسجيل في 3 افتتاحيات متتالية. لماذا هويسين هو القطعة الأساسية في تشكيلة تشابي ألونسو؟ أكدت صحيفة ماركا أن ديان هوسين بات يعد من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المدرب تشابي ألونسو في ريال مدريد هذا الموسم، ويتميز هوسين بقدراته الكبيرة على إخراج الكرة بشكل نظيف من الخط الخلفي، وهو الأمر الذي يعتبره ألونسو أولوية قصوى في منظومته التكتيكية، حيث يمنح الفريق انطلاقة سلسة للهجوم ويجنب لاعبي الوسط الضغط المبكر من الخصوم، ويعد الخروج بالكرة من الدفاع للهجوم بسلاسة أحد أهم مفاتيح النجاح التي قد تساهم في قوة ريال مدريد هذا الموسم، وما جعل هويسين قطعة لا يمكن الاستغناء عنها في تشكيلة المدرب الإسباني. مهمة جديدة لغولر مع تشابي ألونسو. ذكرت صحيفة أوك ديارو أن التركي أردا غولر سيكون المسؤول الأول عن تنفيذ الركلات الركنية والركلات الحرة مع ريال مدريد خلال الموسم الجديد. القرار يعكس ثقة الجهاز الفني في موهبة اللاعب التركي وقدرته على صناعة الفارق بكرته الثابتة، خصوصا بعد المستويات المميزة التي قدمها في فترة الإعداد. وسط اهتمام ريال مدريد انتقاد لاذع لكوناتي. وفقا لصحيفة آس الإسبانية يعيش إبراهيم كوناتي مدافع ليفربول الفرنسي فترة معقدة في بداية الموسم الجديد، حيث لم يظهر بالمستوى المنتظر خلال أولى مباريات فريقه، وسط أنباء عن اهتمام ريال مدريد بخدمات كوناتي الذي شارك أساسي بجوار الهولندي فيرجيل فان دايك في قلب دفاع الريدز. ارتكب أخطاء مؤثرة في الفوز الصعب بنتيجة 4-2 على بورموث بقيادة أندوني. الأداء الباهت للمدافع الفرنسي جاء امتدادا لمستوى المتذبذب في مباراة درع المجتمع أمام كريستال بالاس، وما أثار جدلا واسعا بين جماهير ليفربول. الصحيفة الإسبانية أوضحت أن كوناتي يجد نفسه تحت ضغط إضافي بسبب اهتمام ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو بضمه، حيث يعتبر النادي الملكي أن عقده الذي ينتهي في 2026 يمثل فرصة سوقية مهمة، في ظل أن راتبه السنوي الحالي لا يتجاوز 4 مليون يورو، وهو من بين الأقل في صفوف ليفربول. رغم رغبة النادي الإنجليزي في تجديد عقده، فإنهم يخشون تكرار سيناريو ترينت ألكسندر أرنولد الذي غادر مجانا، ما قد يجعل أي عرض قوي من مدريد محل دراسة جادة. مستوى كوناتي في مواجهة بورموث أثار انتقادات لاذعة، إذ شارك في اللقطتين اللتين جاءت منهما هدف المنافس. البرنابيو يستعيد بريقه قبل مواجهة أوساسونا. يعود ملعب سانتياغو برنابيو تدريجيا إلى كامل رونقه بعد سلسلة التجديدات التي انطلقت في صيف 2019، حيث سيكون على موعد يوم الثلاثاء مع استضافة أول مباراة افتتاحية في الدوري الإسباني منذ 7 سنوات، وذلك أمام أوساسونا. في ختام ملخص أخبار نادي ريال مدريد، ما تنسوش تعملوا بلايك لهذا الفيديو. لو وصلت لحد هنا اكتب في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، واستنوني في أخبار تانية عن الملك ريال مدريد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.